يبدأ الفيلم في المستقبل، والجينات بتحكم المجتمع واغلب الناس بيتم تصميمهم بشكل مثالي في المعامل. كل الناس متسجلين في قاعدة بيانات جينية، واللي اتصمموا في المعامل بيصنفوهم على انهم مواطنين صالحين، انما اللي اتولدوا بطريقة طبيعية بيتعرفوا على انهم مواطنين غير صالحين لانهم اكتر عرضة للاضطرابات الجينية من الامراض الحقيقية زي الصلع مثلا. التمييز الجيني غير قانوني تقنيا، لكن اصحاب العمل لسه بياخدوا اختبارات بول او حتى اللعاب على ظرف السيرة الذاتية، واللي بيؤدي للتصنيف الجيني. الرجالة الغير صالحين دايما بيتحولوا لوظائف ثانوية، وبنروح لشقة واحد اسمه فينسنت، واللي بياخد وقت طويل في الحلاقة والتنظيف حتى جسمه بقى نظيف تماما. بعدين بيحرق اي شعر وجلد ميت ممكن يكون وقع منه. بعد كده بياخد كيس بول من التلاجة وبيوصله لفخده علشان يعديه كأنه بتاعه. هو كمان بيحط شوية دم جوه أطراف صناعية واللي بيثبتها بعناية فائقة على صبعه الحقيقي. بعد كده فينسنت بيروح يشتغل في شركة جاتاكا للفضاء. كل موظف لازم يجرح صبعه للتحقق من الهوية علشان يسمحوا له بالدخول، وفينسنت بيسمح للجهاز ياخد الدم من صبعه الصناعي. بعدين بيقعد على مكتبه وبيشتغل على الكمبيوتر، بيشغل خطط طيران فضائي مختلفة. كل فترة بينظف كل آثار الحمض النووي من لوحة المفاتيح بجهاز صغير. مدير المهمة بيجي وبيظهر احترامه لنظافة فينسنت. هو كمان بيؤكد له انه تم اختياره للانضمام لرحلة قمر زحل تيتان في اسبوع. بعد ما الراجل مشي، فينسنت بيفتح في السر علبة وبيرمي بعض الجلد والشعر والضوافر حوالين منطقة الشغل بتاعته. بعدين بيحط شعرايه على المشط اللي بيحتفظ بيه في درج مكتبه. بعد كده فينسنت بيتعرض لاختبار المواد علشان يتأكد انه نضيف قبل المهمة، وباستخدام الكيس المخفي هو بيقدم عينة البول. ولما الطبيب بيتحقق منها على الجهاز، النتيجة بتقول ان اسمه جيروم وهو مواطن صالح. وبعد الشغل فينسنت بيروح يتفرج على طيارة تانية بتغادر الأرض، وزميلته في الشغل إيرين بتيجي تهنيه على حصوله على المهمة. هي كمان بتوضح له إن هو الموظف الوحيد اللي بيتفرج على كل إطلاق كل يوم. بعد كده بتبدأ لحظة استرجاع بتظهر حياة فينسنت وهو صغير. أهله كانوا بيستمتعوا على شاطئ البحر، وأمه حملت بالخطأ. فينسنت اتولد بطريقة طبيعية واللي كانت نادرة بالفعل في الوقت ده، وبمجرد ما الأطباء مسكوه أخدوا عينة دم واستنتجوا إنه كان عنده فرصة عالية للإصابة بالعديد من الأمراض. علشان كده كل الأطباء توقعوا إن عمره الافتراضي هيكون 30 سنة بس. وكانت طفولة فينسنت صعبة جدا، لأن كل شيء صغير زي الرشح أو خدش صغير كانت أمه بتتعامل معاه كأنه تهديد قاتل. ومدرسة واحدة بس اللي قبلت فينسنت كطالب، لأن التأمين ما كانش هيغطي أي مشاكل دخل فيها بسبب جيناته السيئة. وفي النهاية قرر أهله يكون عندهم طفل تاني، والمرة دي راحوا المعمل جيني علشان يعملوا الأمور بالطريقة الصحيحة. أنطون ما كانش عنده أي حالات خالص، وكان سعيد انه بيقضي الوقت مع اخوه. لكن فينسنت كان بيحس ان اهله بيفرقوا في المعامله، ومن وراء اهلهم الاخوات كانوا بيلعبوا لعبه الفرخ في البحر. يعني كانوا بيتنافسوا على مين اللي يقدر يسبح ابعد من الشاطئ قبل ما يخاف ويرجع. انطون دايما كان بيهزم فينسنت في المنافسه دي، واللي زادت من شعوره بالدونيه. واثناء نمو فينسنت بدأ يهتم بالفضاء وبيحلم انه يكون رائد فضاء، بس اهله حذروه ان محدش هيوظفه بسبب جيناته، لكنه ما سمعلهمش وعمل كتير من المقابلات، والخيبة امله محدش وظفه زي ما كان اهله توقعوا بالظبط. وفي يوم من الايام راح الاخوات لسباحة تانية، ولصدمة انطون المرة دي فينسنت هو اللي هزمه. في الحقيقة انطون كان بيغرق، وكان لازم فينسنت يرجع ويساعد انطون التعبان يرجع للشاطئ. ودي كانت اخر مرة يسبحوا مع بعض، لان بالليل فينسنت ساب بيت اسرته علشان يحقق احلامه. وفي النهاية حصل فينسنت على وظيفة في جاتاكا كعامل نظافة. هو بينظف المكاتب، وكان بيستخدم الكمبيوتر لما محدش كان بيشوف، وكان بيعجب بعملية الطيران اليومية. وكمان عرف عن الوخزة الدموية اللي كانت بتحصل في نفس الصباع كل يوم. وسرق حساس صغير وقع من آلة، وما توقفش فينسنت عن الحلم. وكان رئيس العمال دايما بيسخر منه، وفي شقته ما توقفش فينسنت عن التمرين واللي كان ممكن يأثر على جسمه. وهو في حالة يأس كده في النهاية قرر يتواصل مع راجل في السوق السوداء، واللي عرفه على جيروم الحقيقي، نجم سباحة سابق بذكاء عظيم وصحة مثالية ما عدا رجليه. كان مشلول بعد ما عمل حادثة عربية وبقى معوق. الحادثة حصلت بره البلد وما تمش تسجيلها، فما حدش يعرف ان جيروم بقى غير صالح. وفينسنت دفع فلوس لاتنين الرجاله دول علشان يحصل على هويه جيروم، وبدا عمليه التحول الطويله. حصل على عدسات لاصقه علشان يستبدل نظارته، واخد نفس لون عيون جيروم، وكمان قص شعره وسرحه زي جيروم بالظبط. عموما ما كانش فيه مشكله في صور الهويه، لان ما حدش كان بيهتم بيها اكتر، لان عينات الدم كانت اهم، وكل حاجه كانت بتعتمد على الحمض النووي. المشكلة الأخيرة كانت إن جيروم كان أطول من فينسنت، يعني كان لازم فينسنت يعمل عملية واللي من خلالها كسر رجليه وعمل لها تمدد جديد علشان طوله يتطابق مع طول جيروم. واتنقل فينسنت لشقة جيروم علشان يكون عنده عنوانه كمان. وخلال الأيام القليلة الأولانية كان لازم يرتاح علشان يتعافى من العملية، يعني تقريبا كان طول الوقت عايش في ألم. في الأيام دي فينسنت اتعلم يوقع التوقيع بتاع جيروم، وإزاي يكتب بإيده التانية وقت ما كان جيروم بيملأ أكياس بالبول والدم. وفي يوم من الأيام
أظهر جيروم لفينسنت ميداليته الفضية علشان يفكروا إنه عنده حاجات كتير علشان يعيش عشانها. كمان قال لفينسنت يناديه باسمه الوسطاني يوجين علشان فينسنت يتعود على إن يتم استدعائه باسم جيروم. ولما جه اليوم لمقابلة فينسنت أخيرا أخد كيس بول واختبره على الجهاز، وجات له رسالة خطأ لأن البول كان فيه كحول. وبدأ فينسنت يزعق لجيروم بسبب الإدمان. وبعد اختبار مجموعة من الأكياس لقى أخيرا كيس نظيف وأخده معاه. وفي المكتب عمل الطبيب الاختبار وأكد الجهاز إن فينسنت هو جيروم يعني صالح، وما بعتهوش لمقابلة حقيقية بس اتوظف على طول علشان ذكائه. بعدها كان لازم فينسنت يفرك جسمه بعناية كل يوم علشان يتخلص من الجلد اللي بيقع والضوافر والشعر واللي كله اتحرق في محرقة. كل الهدوم كانت بتتحفظ في أكياس مقفولة علشان التلوث. وهو شغال كان فينسنت بيرمي عينات جيروم على مكتبه علشان يحافظ على الوهم، ودايما بيستخدم الأطراف الصناعية بدم جيروم علشان يعدي من فحص الهوية عند الباب. محدش كان بيشك في حاجة. وبنرجع للوقت الحاضر وكل الناس في جاتاكا اتجننت علشان مدير الشركة اتقتل بلوحة المفاتيح. جيروم بيحك عينيه وهو بيتفرج على المشهد المروع وما لاحظش إن شعرة من رموشه وقعت. الشرطة جت على طول تلم كل أثر حمض نووي من مكان الجريمة بما فيهم الرمش اللي وقع. المدير قال لإيرين تساعد الشرطة بأي طريقة محتاجينها. المهمة ما اتلغتش وفينسنت لسه هيروح الفضاء. لما شارك الأخبار مع جيروم قرروا يخرجوا يحتفلوا، شربوا كتير حتى عملوا بعض الحركات بالدخان جوه الأكواب بتاعتهم. وفي المكتب إيرين أخدت الشعر من درج فينسنت واخدته لخدمه توفيق الازواج، وهناك عملوا بعض الاختبارات واستنتجوا ان فينسنت صيد كبير يعني مثير للاهتمام. وفي نهايه الليل كان جيروم سكران جدا لدرجه ان فينسنت كان لازم يساعده يروح السرير. فجاه جيروم اعترف انه ما كانش سكران وقت حادثه العربيه، وما كانش حادثه اصلا لانه كان بيحاول ينتحر فعلا. وتاني يوم الصبح قسم الطب الشرعي في الشرطه اختبر كل العينات واكتشف ان غير صالح غامض كان في جاتاكا، فهو دلوقتي المشتبه فيه الرئيسي. وبنرجع تاني لفينسنت وحط الحساس الصغير اللي سرقه ايام ما كان عامل نظافه على صدر جيروم علشان يسجل 20 دقيقه من نبضه، وهو بيلف عجلات الكرسي بتاعه بقوه زياده علشان يحاكي التمرين. بعد كده في جاتاكا فينسنت اتعرض لاختبار الجري وغير الحساس بتاع المكتب اللي جابه من البيت. وفي نفس الوقت المحققين بيتحققوا من البروفايل بتاع الشخص الغير صالح صاحب الرمشه، واكتشفوا انه بينتمي لعامل نظافه اختفى من سنين. وجوه المكتب علشان يسألوا بعض الأسئلة فينسنت سمعهم وهما بيتكلموا، واللي خلته يتوتر. وعلشان الأمور تزيد سوء بالنسبة له التسجيل اللي بيدوم 20 دقيقة انتهى بسرعة وظهر نبض فينسنت الحقيقي واللي كان عالي جدا. هو راح على طول لغرفة الملابس وانهار وهو بيحاول يلقط نفسه. بعد الشغل إيرين قابلت فينسنت واعترفت انها قرأت تسلسل الحمض النووي بتاعه واللي طبعا كان بتاع جيروم اصلا. كانت معجبة جدا بانه مثالي وكانت حاسة ان هو احسن منها بكتير، واعترفت انها طفلة معمل الا انها مريضة بالقلب واحتمال يجيلها فشل في القلب قريب، وده معناه انه مش هيتسمح لها تنضم للمهمة. لكن فينسنت قال لها انه مش شايف اي حاجة غلط فيها، واعطته إيرين خصلة من شعرها وشجعته يختبرها علشان يكتشف عيوبها الجينية. لكن فينسنت رماها وقال لها انها ضاعت في الهواء. بعد فترة كان فينسنت بيشتغل على الكمبيوتر وفجأة كل الموظفين لقوا البروفايل بتاع الشخص الغير صالح صاحب الرمش وصنفوه انه شخص مطلوب. الحمد لله ما حدش عرفه، لكن فينسنت لسه خايف. ولما رجع البيت قال لجيروم انه المشتبه فيه الرئيسي وبدأ يرمي كل اكياس الدم والبول. جيروم وقفوا على طول وفكروا انهم مش هيعرفوا مين فينسنت ومش هيشكوا فيه انه غير صالح. وفي الليله دي قرر فينسنت يخرج علشان هيكون مشبوه لو غير الروتين بتاعه. ولما شاف جيروم من الشباك شاف ان إيرين جت تاخد فينسنت. بعد لحظات فينسنت وإيرين حضروا حفله بيانو كأول موعد ليهم. بعد الحفله العازف رمى الجوانت بتاعه على الجمهور وعرف فينسنت ان عنده 12 صابع، وشرحت إيرين ان مفيش مقطوعه موسيقيه حلوه ومعقده كده ممكن تتعزف الا بالايدين دي بس. في نفس الوقت المحققين بيجمعوا مجموعه من الغير صالحين من الحي علشان يلاقوا القاتل، لكن طبعا مفيش حمض نووي عندهم يطابق الرمش، فقرروا يتحققوا من كل العمارات اللي حوالين جاتاكا ووصلوا لشقه جيروم فعملوا له اختبار دم كمان. المحقق استغرب ان راجل معوق وقاعد على كرسي يقدر يشتغل في جاتاكا، فجيروم عمل نفسه متضايق وصرخ فيهم. قال له انه مش معوق، هو مصاب بس بسبب التدريب، واتهمه بالتمييز. ولان المحقق مش عايز مشاكل سابه على طول. وفي جاتاكا بعض الضباط اخدوا كل اكياس الزباله. وبنرجع لإيرين وفينسنت وهم راجعين البيت لقوا الطريق مقفول بالشرطه كمان علشان هم بيفتشوا كل الناس في المنطقه. فينسنت شال عدساته على طول وهرب من اختبار اللعاب لما قال لهم انه كان بيشرب، والشرطه اخدت عينه دم بدلها، واطرافه الصناعيه خدعتهم كالعاده زي ما بتخدعهم طول الوقت. وبعد ما مروا الفحص قالت إيرين انها عايزه توري فينسنت حاجه، ووقفت العربيه بعد شويه وعدت الشارع بسرعه وهي بتتفادى العربيات اللي جايه. لكن فينسنت كان متردد علشان ما يقدرش يشوف كويس من غير العدسات، وبعد تردد كتير جري هو كمان وتفادى الاصطدام. بعدين إيرين اخدته يتفرج على الشروق في مركز الالواح الشمسيه،
واللي بيسبب تأثير جميل للضوء، لكن فينسنت شافه بشكل غير واضح. وهما بيطلعوا لاحظت ايرين ان عيون فينسنت مختلفة شوية، هو قال لها ان ده بسبب الضوء. بعد فترة المحققين اكتشفوا ان كوباية من زبالة المكتب عندها نفس الحمض النووي بتاع الرمشة. هم افتكروا ان الشخص الغير صالح ده ممكن يكون بيشتغل متنكر وقتل المدير علشان اكتشف الحقيقة. علشان يتأكدوا أكتر راحوا جاتاكا وأعلنوا إنهم هياخدوا عينات دم مباشرة من الوريد بدل الأطراف. ولما جاء دور فينسنت عمل نفسه إن الطبيب أذاب الإبرة ونط من الكرسي وغير عينة دمه بسرعة بعينة دم جيروم. المحققين عملوا الاختبارات تاني وما لقوهاش مطابقة، والليلة دي فينسنت وإيرين راحوا على موعد جديد، لكن رأسهم الحلو اتقطع بالشرطة واللي بدأت تلم كل حاجة فيها حمض نووي زي المناديل وعقاب السجاير. هم كمان عايزين يختبروا الناس، ففينسنت هرب على طول مع إيرين من الباب الخلفي وشرطي حاول يوقفهم، لكن فينسنت بدأ يضربه على طول لحد ما أغمى عليه وإيرين بتخاف وبتناديه بالمجنون. فينسنت سحبها وهرب معاها من خلال الحواري المظلمة، ولما الشرطة التانية لقت شريكهم على الأرض بدأوا يدوروا على الاتنين اللي هربوا واللي استخبوا في حارة ضلمة. واحد من المحققين صرخ اسم فينسنت وسألت إيرين مين ده، لكن فينسنت توه عليها. وبعد لحظات الاتنين راحوا شقة إيرين، وتاني يوم الصبح لقى فينسنت شعراية على المخدة، فراح الشاطئ بسرعة واستخدم الرمل والصخور علشان يفرك الجلد الزايد من جسمه. ولما رجع سألته إيرين عن الندوب اللي في رجله، وقال فينسنت إنها حادثة عربية. وفي نفس الوقت المحققين بيقارنوا بروفايل جيروم اللي هو فينسنت وقرروا يعملوا اختبارات اكتر. ورجعوا جاتاكا واخدوا المفاتيح من لوحة مفاتيح فينسنت وهما بيسألوا عنه لسه باسم جيروم. ايرين سمعت الكلام ده وحذرت فينسنت على طول، هي كلمته بالشفرة وعملت نفسها بتكلم حد تاني. فينسنت فهم انها بتحذره وساب المبنى، وايرين قالت للمحقق ان فينسنت روح البيت علشان كان مريض، وده ما وقفش المحقق واللي طلب من ايرين توديه لبيت جيروم. في نفس الوقت فينسنت كلم جيروم وقال له يعمل نفسه انه هو علشان الشرطة جاية. كان لازم جيروم يسيب الكرسي ويطلع على السلم للدور اللي فوق وهو بيجر رجليه ببطء، واخد وقت طويل جدا لكنه في الاخر وصل للجرس في الوقت المناسب علشان يسمح لايرين والمحققين يدخلوا. بعدين جر جسمه للكرسي وظبط رجليه كده علشان تبان انها طبيعيه. ولما الاتنين دخلوا جيروم لعب نفس دور فينسنت وطلب من ايرين ياخد منها بوسه واللي ادت له على طول علشان تحافظ على الكذبه. والمحقق اخد عينه دم وانزعج جدا لما شاف ان ده فعلا جيروم. بعدين حاول ينزل تحت للمعمل واللي كان هناك فينسنت مستخبي، لكن في اللحظه دي جاله مكالمه من شريكه وبيقولوا انهم خلاص مسكوا القاتل، فالمحقق مشي على طول. بعد كده فينسنت طلع وايرين شافته جنب جيروم وهما بينادوا بعض بنفس الاسم، وخافت وزعلت في نفس الوقت وهربت بسرعه، لكن فينسنت لحقها وشرح لها وضعه بالظبط واقسم انه ما قتلش حد. ايرين برضه لسه خايفه وسابته. وفي مركز الشرطه اكتشفوا ان لعاب المدير موجود في عين الضحيه، يعني المدير كان تف على الضحيه. طلع ان المدير هدد انه هيلغي مهمه الفضاء. وبعد فتره رجع فينسنت لمكتبه ولقى المحقق هناك، واللي فجاه كشف كشف كبير. اتضح ان هو اخو فينسنت انطون، واللي ما كانوش عرفوا وشوش بعض في البدايه علشان ما شافوش بعض من سنين المراهقه، لكن انطون بدا يجمع القرائن مع بعض خلال التحقيق. انطون اتهم فينسنت بالتزوير وعايز يقبض عليه، فبدات مشاجره كبيره بينهم. فينسنت فكر ان انطون عايز يشوفه بيفشل، وفكروا بمين اللي فاز في المسابقه الاخيره واللي خلت انطون يتحداه من تاني. كان الليل دخل والاخوات وصلوا للشاطئ ونطوا في الميه بسرعه وبداوا السباحه. راحوا بعيد لدرجه انهم ما بقوش شايفين الشاطئ. انطون قلق انهم عدوا حدودهم، لكن فينسنت قال له يا جبان فكملوا، لكن انطون بدا يحس بالتعب وشاور له تاني. ففينسنت اخيرا كشف له ازاي بيعمل كده وهو رايح ما بيحتفظش بالطاقه للرجوع. وانطون المحبط بعد ما فهم ان ده فخ رجع، بس بدا يغرق، ففينسنت رجع كمان ومسكه علشان يسبح للشاطئ. بعد ساعات زار فينسنت ايرين وقدم لها خصله من شعره، لكن ايرين رمتها، قالت ان الهوا طيرها. وقضوا الليل مع بعض في بيتها كوداع اخير علشان فينسنت هيروح في مهمته لسنه. وتاني يوم الصبح رجع فينسنت لشقته ولقى المعمل متغطي بالبلاستيك. كشف جيروم انه كان بيستعد يعمل اكياس عينات كتير جدا علشان تكفيه لما يرجع، يعني هو مش هيكون موجود لما فينسنت يرجع. لما سأله فينسنت هيروح فين ضحك عليه وقال له انا كمان هسافر. كمان اعطى جيروم لفينسنت كارت قال له ما يفتحهوش لغايه ما يكون في الفضاء. بعدها راح فينسنت لجاتاكا علشان يتجهز للمهمه، وعرفوا الطبيب ان في تغيير في السياسه فعينه بول جديده مطلوبه. ما كانش فينسنت متوقع كده وما جابش كيس جيروم معاه كمان، فبدا يتبول في كوبايه وهو عارف انه خلاص حلمه ضاع. لكن الطبيب كشف له انه عارف دايما انه كان بيخدعه وما قالش حاجه من الاول علشان الطبيب كمان عنده طفل غير صالح وبيعتقد انه يستحق حياه افضل. والجهاز عرض البروفايل الغلط، لكن الطبيب غيره البروفايل جيروم وسمح لفينسنت يعدي. وقبل ما يسيبه عرفوا الطبيب انه عرف بسبب ان فينسنت كان دايما بيمسك الكوبايه بالايد الغلط وهو بياخد العينه. وفي الشقه مسك جيروم ميداليته الفضيه ودخل المحرقه، انتهى من نفسه
في نفس الوقت اللي فينسنت ركب المركبة الفضائية وساب الكوكب. ولما كان فينسنت بعيد كفاية فتح الكارت بتاع جيروم واكتشف خصلة كبيرة من شعره. يعني دلوقتي جيروم هو كمان زار الفضاء من الناحية الفنية. ودي نهاية فيلمنا يا سادة يا كرام، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.